السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يوم جديد في الحمام بتاعنا. كل ما بنطلع بنتمم على الدنيا كده. دول كانوا 2، فاضل لي واحدة منهم بس، والتانية ماتت طبعا. لان انا كنت مسافرة ومحدش اهتم بهم، فجيت لقيتها ميتة. غيرت لهم المية زي ما انتم شايفين كده، ونبص بقى على الدنيا كده نشوف الدنيا عاملة واحدة عششة ارض كده ووقفت حالي من القفاصة، عشان كده انا مصور لكم الفراخ البيضة وهي معايا في المطبخ. ماشي. شوف بس دي ثانية واحدة كده ممكن نقطفها. طبعا يا جماعة دي بسم الله ما شاء الله عايزة تتقطف. انا هاخدها كده اكلها عندي يومين وارمي البيضة بتاعتها واظبط العش، بحيث ان هما لو عاوزين يبيضوا تاني يبيضوا. طبعا البيضة بتاعتها مش سليمة اهوت، كنا احنا شايفين علاج للبيض ده. طول ما العش بتاعها مش نضيف عمرها ما هي بايظة. نضفت العش بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحمامية اللي هي التانية اللي انا بقول لكم عليها دي هنسيبها يوم ولا 2، وناخدها برضه نحطها مع ديت اللي انا قرفتها دي. البيضة كانت كويسة طبعا، بيضة وحشة جدا. ثواني بس، ثواني متخافيش. بنلاقيها كده مستعدة كده للقطفان، عشان هم يعششوا غيرها. بصوا بقى يا جماعة، انا جايلكم النهارده اصلا بفكرة فيديو هخليكم تأكلوا الحمام من غير ولا جنيه. ماشي، هخليكم تأكلوا. دي فاضية برضه اهو. بصوا بقى يا جماعة، هو لما انتي تكوني مسافرة ولا خارجة ولا في مشوار ولا كده، طبعا الحمام حاجتك لازم انت اللي تعليها. كل واحد اولى بحاجته. كتر خير اي حد ان هو يقولك هخلي بالك من حاجتك، هخلي بالي من حاجتك يوم ولا 2، بس انت تكملي بقى. ماشي. دي الخطوة الحمام بتاعها وانا مسافرة. شوف بس تحتك طبعا عايزة اقول لكم ان انا اصلا بخاف منهم، بخاف من غدا. تحتها بيض. فكرة بقى يا جماعة هنا ان احنا في موسم غلة اليومين دول، فعاوزين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عاوزين نربي حمام اليومين دول من غير ما يتكلف معانا حاجة خالص، ويوفر معانا في المصاريف شوية. دي الحمامة ديت بيضة بالطين، هي والحمامة اللي في القفاصة بيضين وموقفين حالي. مش عارفة اجيب الفراخ البيضة بتاعتي هنا. بصوا بقى يا جماعة، ده تبن اليومين دول فيه زراعة غلة، بسم الله ما شاء الله الأراضي مليانة غلة في كل حتة، فنستغل الحتة دي كويس جدا. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نستغلها ازاي؟ بصوا دي كلها غله، احنا شايفينها دي غله، دي غله. بصوا يا جماعه، الناس بعد ما بتطلع المحصول بتاعها بتعمل بتاخد الارض بتاعتها بتولع فيها، يبقى فيها السنابل اللي انتوا شايفينها دي. احنا بقى بنروح نجيب السنابل ديت. لو عندك طفل بقى يعني مثلا 10-12 سنة كده بيروح يجمعهم لك. لو عندك حد في البيت فاضي يروح يجمعهم لك. لو الارض قريبة من بيتك هتروحي تلمي لك شكارة ولا 2 هتأكلي الحمام. انا السنة اللي فاتت اكلت الحمام بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. فضلت ناكله لحد الرز ما اتحصد من الارض والغلة انزرعت. يعني انا كنا مجمعين حوالي 6 شكاير غله، اكلنا منهم موسم الغله وموسم الرز، والغله اللي بعدها كانت تنزرع. يعني انا مشتريتش غير حوالي فتره صغيره خالص اكل الحمام، والغله رجعت لي تاني اهوت. الموسم جه وجالي تاني رجع تاني. فاللي عنده اليومين دول اراضي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللي عنده اراضي غله قريبه من بيته، تعالى اخدك بالمره واقول لك تعالى اخدك بالمره اكلك عشان هما يبيضوا خلال المكان. انا بحب اقطف الحاجه بدري
عشان اوفر. هي مفرش هي واحده والتانيه واحده، اوفر ايه ان هم يبودوا لي بدري. تعالي هياكلهم اسبوع ولا حاجه ونتصرف فيهم. بسم الله ما شاء الله عليهم، هم مش قليلين، هم حلوين ماشي. زي ما قلت لكم اللي عنده اراضي غله يجيب اليومين دولت يا جماعه ويحوش، عشان خاطر اللهم صل على سيدنا محمد اكل الحمام بتاعك طول السنه، توفري معاكي طول السنه. انا جبت لكم فكره اكل الحمام اهو من غير ما تتكلفي اي حاجه خالص، مش هتصرفي اي حاجه. يا رب الفيديو بقى بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.